ودابا غير لما بغيتيش تجي لبريطانيا عطيني ودنك وتصنت ليا مزيان اش غادي نقول لك في هذا الفيديو. والله الا باغي لك الخير تبع معايا، غادي نعطيك واحد الخطوات اللي غادي تمشي خطوه خطوه ان شاء الله. والفيديو الجاي غادي نوريكم الروابط فين تقدر تقدم واش بغيتي اكثر من هادشي. شي بريطانيا ما ديالش شي نعم ما كتعطيش الفيزا، وحق لا اله الا الله جربوا الحظ مع بريطانيا، اقسم بالله لا سهل من الاتحاد الاوروبي، سهل من الاتحاد الاوروبي كامل. شي بريطانيا صاحبي غاتوكل على الله ودفع، اما ترجعش اللورا صاحبي. راه بزاف الناس كيتخلعوا من الفيزا ديال الانجليز، اقسم بالله غادفعوها صاحبي وغادفعوها صاحبي. علاش اجرب شنو خسرتي نتايا؟ هادي ما غتخسر والو، غا جرب طريقه كيفاش نجي لبريطانيا. هذه افضل طريقه غادي تجيبها لبريطانيا بلا شرط ديال اللغه، بلا شرط ديال الدخل، بدون سن محدد، بدون حتى شي حاجه، واحسن من فيزا السياحه. من بعد غادي نقول لكم علاش ما تحتاجش تجي فيزا سياحه وتبقى حارق هنا. هذه كتجيب اوراقك وكيعطوك 12 شهر كتبقى في بريطانيا قانوني. هاد الفيزا هادي الا استفدتي منها ما تنساش تشاركنا على واحد القليب. على بركه الله نبداو في التفاصيل. اللي زوين في هاد الفيزا هو انك كتقدر تجيب معاك الفاميلي ديالك. اي يا سيدي الا كنتي مولا وليدات تقدر تجيب معاك حتى الفاميلي ديالك، وكيعطوك حتى 20 ساعه في الاسبوع ديال الخدمه كتخدمها قانونيا. 20 ساعه اي يا سيدي. هذا راه ما يقولش لك شي واحد عايش هنا في الانجليز، ولكن انا كنبارطاجي معكم اي معلومه جديده كنتوصل لها. راني كنأكد لك بدون شرط اللغه وبدون شرط دخل، بدون حتى شي حاجه. هاد الفيزا اللي كنهضر عليها هي تشاريتي فيزا او تشاريتي ووركر فيزا او فيزا التطوع، طبقت غير في 2022. بريطانيا مباشره من بعد ما خرجت من الاتحاد الاوروبي خاصها بزاف ديال الناس يجيو يخدموا في العمل التطوعي. علاش كيعطيو هاد الفيزا؟ حيت الناس ديال تشاريتي كيخدموا اقل من الناس اللي كيجيبوهم عن طريق سكيلد ووركر فيزا. الميزه اللي زوينه في هاد الفيزا هو انها كتسويتشا. الا سالات لك هاد الفيزا عندك الحق تقلب على سبونسور شيب ولا على شركه وتبدلها من فيزا التطوع لفيزا العمل، كتولي فيزا العمل. هاد القضيه ما كايناش فيزا السياحه. فيزا السياحه الا جيتي فيزا السياحه كتبقى حارق هنايا، ما كايناش شي طريقه باش كتبدل. ولكن هاد فيزا التطوع عندك الحق تبدلها كتولي فيزا العمل، وهذا هو افونتاج اللي ما عارفينش بزاف ديال الناس. المهم انا غادي نهضر على شنو هما الوثائق اللي كنحتاج باش ندفع لهاد الفيزا. اول حاجه خاصك تكون فوق سن 18 سنه. ثاني حاجه يكون عندك باسبور مغربي. اهم حاجه في هذه الفيزا هو ان دوك الجمعيه اللي غادي تصيفط لهم خاصهم يعطوك واحد السيرتيفيكيت اللي سميتها سيرتيفيكيت ديال سبونسور شيب او لا الشهاده ديال الرعايه، انهم هما اللي غادي يرعاوك بشهاده التكفل، شهاده الكفاله. زائد حاجه اخرى هو ان خاصك تبين لهم ان عندك 1270 باوند في الكونت ديال البنك. هذه ضروريه غير لمده شهر، غير شهر فقط كتهولديها، انك مني غادي تجي هنا لبريطانيا خاصك تلقى باش تصرف على راسك. هذه هي الحاجه الاساسيه اللي كيطلبوا في هذه الفيزا. ما كيطلبوا لك لا طياره لا اوطيل لا حتى شي حاجه، غير 1270 باوند باش تصرف على راسك في هذه المده فاش غتجي فقط. ماشي بحال فيزا السياحه خاصك هاد المصاريف كامله، لا، هذه 1270 باوند اللي هي مليون ونص مغربيه خاصها تكون عندك في الكونت فقط. سير صاحبي انت جالس سير شارك في شي امسيه ديال الاطفال، سير شي دار المسنين، دير شي عمل تطوعي. ومن تبغي تدفع لهاد الجمعيات اللي هضرت لك عليهم صيفط لهم ان تصاوروا اللعيبات انك بصح كدير العمل التطوعي باش تقنعهم، باش ملي كتدفع الدوسي كيقبلوه لك. زيد واحد المساله اخرى، في حاله لا قبلوا لك الفيزا كتخلص واحد 624 باوند ديال الان اتش اس، يعني مصاريف ديال الرعايه الصحيه. الا جيتي لبريطانيا في حاله لا مرضتي باش كيتكلفوا لك هما بالرعايه الصحيه خاصك تخلصها، فهمتي؟ هذه هي داخله في المصاريف. زائد واحد 159 باوند ديال ابليكاسيون فيز، هذه ديال المصاريف ديال الفيزا كتخلصها. وكاين شي جمعيات غادي طيح فيهم يخلصوا لك كلشي، هما باغينك انت تجي يخلصوا لك المصاريف ديال الفيزا، يعطوك باش تصرف، يعطوك كلشي، خاصهم غير يقبلوا لك. كاين شي جمعيات ما تخلص حتى شي حاجه، انت كلشي فري. طيح في شي جمعيات الا قنعتيهم وعطوك شهاده الكفاله غادي تجي ما تخلص حتى شي حاجه، هما يخلصوا لك كلشي، اي لعبه كتخيلها غيخلصوها لك. هما باغيينك غير انت تجي تخدم معاهم كمتطوع. شي هاد الفيزا هادي ما تحتاج حتى شي واحد ينصب عليك، حتى شي واحد يقول لك نعطيك كونطرا، شي واحد ينصب لك الدوسي، ما تحتاج حتى شي حاجه. غتوكل على الله. كاينه حاجه وحده اللي صعيبه في هاد الفيزا كلها،
هي شهاده الكفاله. الا لقيتي الجمعيه اللي غتعطيك شهاده الكفاله راك درتي 90%. غتخسر واحد 2 المليون المغربيه وانت في الانجليز بالعائله ديالك. الا كنتي مزوج تجي مع العائله ديالك. وشنو بغيتي اكثر من هادشي؟ وهاد الفيزا هادي كي كتجي هنا كيعطوك 40 ساعه كتخدمها في السيمانه ياك. 40 ساعه كتخدمها 20 ساعه كتخدمها قانونيه و20 ساعه اخرى كتخدمها تطوعا. فهمت؟ يعني كيقسموا لك. ولكن هذاك 20 ساعه راك كتخلص فيه. واش بغيتي اكثر من هادشي؟ حتى ما تجي فيزا سياحه وتبقى حارق هنايا وطلب اللجوء وتبهدل. واش فهمتي واش بغيت نقول لك ولا لا؟ اما قبلوا لك الفيزا وجيتي وسهل عليك الله وصلتي. شنو من بعد؟ من بعد كتجي كتخدم هنايا كيعطوك 80 بوند في السيمانه. دوك الجمعيه اللي انت خدام معاهم كيعطوك 80 باوند في السيمانه هذه ديالك. وكيعطوك 20 ساعه ديال العمل قانونيه. كيحدوا لك مع من تقدر تخدم 20 ساعه كتخدمها قانونيه. هذه بحال السودان حتى هما كيخدموا 20 ساعه في الاسبوع. 20 ساعه هذه كتخدمها قانونيه وما تبقى كتخدم في التطوع. ولكن المهم في هادشي كامل هو انك راه من بعد كتقدر تبدل هاد الفيزا. انا كنأكد على هادشي هو انك كتسويتشي الفيزا خاصك كتلقى شي سبونسور شيب. الناس اللي مطورين راه كيمشيو يقلبوا على راسهم. راه كي كيوصل هنا كيبدا يقلب على سبونسور شيب. فهمت؟ كتقدر تبدلها بهاد الطريقه وايزي باش تبدلها. غير قلب والله تتلقى. شي حوايج ما عندكش الحق فيهم في هذه الفيزا. ملي كتوصل هنا لبريطانيا ما عندكش حق في المساعدات الحكوميه بطبيعه الحال حيت انت جاي متطوع. ما عندكش الحق توصل للمساعدات الحكوميه. ولكن عندك الحق انك تقرا. الا بغيتي تقرا بغيتي دير شي فورماسيون بغيتي دير شي تكوين عندك الحق في الدراسه. وحتى في الجامعه تقدر تقرا حتى في الجامعه. دونك الناس اللي عندكم طموح وباغيين تجيو تقراو في الجامعات البريطانيه وقبلوا لك هاد الفيزا راه تقدر دير حتى الدراسه حتى هي. فهمت؟ ولا طحتي بشي جمعيه زوينه راه يقدروا يساعدوك حتى على الدراسه ديالك. الحظوظ ديال انك تلقى سكيلد ووركر هنا في فيزا ديال من داخل بريطانيا كبيره بزاف. حيت ماشي كيما كتقدم من خارج بريطانيا. ملي كتكون عايش هنا في الانجليز وكتقلب على سكيلد ووركر خصوصا اللي عندك الحق تبدلها راه دغيا كتلقاها. راه ماشي بحال كتقدم من خارج بريطانيا كتكون الامور معقده شويه. ملي كتكون هنايا في بريطانيا وديجا عندك في السيفي راك خدام مع واحد الشاريتي فلانيه ولا مع واحد الجمعيه فلانيه راه كيكون عندك حظوظ كبيره انك دغيا تلقى سكيلد ووركر ولا تلقى شي سبونسور شيب لي اكستاندي لك الفيزا ل3 سنوات. كيعطوك واقيلا واحد الفيزا سميتها تاير 4 ولا تاير 5. المهم على حساب تنبحث في هذا الموضوع. فيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم روابط ديال التقديم فين تقدر تقدم. شنو هما الجمعيات اللي تقدر تقدم لهم. وانا نحط لكم الروابط ديال التقديم وانتم توكلوا على الله والسلام عليكم.